كان في مثل عليه عايشين. اهالينا علمونا من سنين ان انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. فلما اخونا محمد سلام الفنان الجميل اعتذر عن المسرحيه الكوميديه في مهرجان الرياض وقال لك انا ما اقدرش اطلع اضحك الناس واخواتي بيتقتلوا هناك، يطلع علينا اخونا عمرو اديب وبيدافع عن السعوديه وعن محمد ابن سلمان ويقول لك انتوا ما تزايدوش عليه انتوا كمان، محدش يقدر يزايد على مواقف السعوديه. يا اخي حرام عليك، هو انت ايه الجنسيه؟ هو بقيت انا وابن عمي على اخويا عكسنا القضيه، وتطلع علينا وزيره اماراتيه تقول لك اصل اعمال المقاومه دي اعمال بربريه ونسيت القضيه، وبرضه دمرت المثل القديم. ما هو كده بقت هي والغريب على ابن عمها. وحابه نلاقي بعض البلوجر والانفلونسر السعوديين طالعين هم كمان يزايدوا، قال لك انتوا جايين تقولوا العروبه والوطنيه، كلمني عنها لما تبقوا اغنياء. يا جدعان افهموا، لا اله الا الله، هم بيخططوا ليها من سنين، وقال لك احنا ما نقدرش على العرب متجمعين، ما عندهم الخشب والبترول والزراعه والصناعه، عندهم كمان قوه بشريه، يبقى من الموجب عليهم من سنين ان يشتغلوا علينا ويقطعونا ويخلونا فرادى وكل واحد يستفردوا بيه على جنب. جايين تفهموا شعوبكم دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها قوميه عربيه. يا سيدي انت وهي، ما هو انت لما تقعد لوحدك قدام الناس دي في يوم من الايام سيبك من المصالح بتتصالح، وسيبك من المشروع اللي عايزين تعملوه جنب قناه السويس ويعدي من اسرائيل، ويبقى تحالف صيني على امريكي على اماراتي على سعودي على كل من فج عميق جاي يحط ايده في المصلحه. مش مهم اختنا مصر. يا سيدي انت وهي فهموني، والله العظيم هيستفردوا بيك واحد ورا واحد، مفيش ورا الناس دي اي مصالح. والنهارده اللي عامل من اعدائنا ان هو صاحبك، اول ما يخلص على اخواتك هيتلفت عليك. فوقوا يا عرب، زمان كنا متحدين وكنا دايما ندرس في المدارس للولاد ان الاخوات جنب بعضيهم عضد وسند ولازم يبقوا موجودين. ما ينفعش ان في يوم من الايام نبقى كلنا موحودين، ومش هتبقى موحود في المجتمع بتاعك ولا بلدك، ده انت هتبقى موحود وسط العالم اجمعين. فوقوا يا عرب، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، عكستوها وبقينا قاعدين بندعي ونقول ربنا يكرم اللي بيتضربوا جنبينا، ونقول محدش ليه دعوه بينا. ربنا يصلح حالي وحالكم ونرجع تاني متجمعين ونفوق من الغفله اللي احنا فيها، قبل ما نرجع نقعد ونقول يا ريت اللي ما جرى مكان واحنا كنا غلطانين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويعدي الغم على خير ويفوق العرب ويبقوا متحدين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.